السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة يا شباب مكملين في الستاك. بس إن شاء الله احنا النهاردة هنشرح الستاك بالنسبة للبروجرامينج أو كفكرة الكود بتاعته ازاي. قبل ما أبدأ بس يا شباب أنا عايز أفكرك إنك أنت الستاك هو linear data structure واسمه last in first out اللي هو الليفو، ممكن نسميه كمان first out last إيه قصدي هو first in last out. تمام، يعني فيلود من الآخر كده. وهو بيعمل 4 functions من أهم 4 functions بتوعه اللي هو الpush. قلنا الpush يعني إيه؟ أنت كده بتجيب الpush بتاعك أهوّة، تمام، فحَط مثلًا الhome هنا، تمام، تمام، ده كده معناها الpush. وال ال ال الtop معناها إيه؟ معناها إنك أنت بتشوف مين الtop. الtop في الحالة ديّة هو إيه؟ هو الhome، تمام. وطبعًا هو بيعرف عن طريق الindex. يعني مثلًا إيه يا شباب؟ يعني عايزك تتخيل معايا إن الarray دهيّة هي الindex بتاعها، أول عنصر فيها هو الindex 0، وبعد كده التاني مثلًا لو إحنا حطينا الabout هو الindex 1 وهكذا، تمام، تمام. هنطبّق طبعًا يا شباب على array. فهنا معناها إن الtop هو إيه؟ هو كل ما أعمل push الtop بيزيد 1، تمام. فهنا الtop هو مين؟ هو الindex بتاعه رقم 1 وهو بيبُص على مين؟ على الabout. تمام يا شبابنا؟ تمام. طب يعني إيه بقى is empty؟ is empty هنا اللي هو بتشوف هل الstack هنا فاضي؟ هتreturn false، صح؟ طب هل كده هو فاضي؟ يعني مثلًا هل كده هو فاضي؟ هتreturn true. تمام، تمام. طيب يعني هي بتreturn يا true يا false، تمام كده؟ تمام. طب إيه هي البوب؟ البوب بيشيل الtop بتاعك كده بالمنظر ده كده. آخر واحد دخل هو أول واحد إيه هيطلع. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى إحنا كده فهمنا ال4 functions وبنراجع عليهم عشان خاطر يبقى أنت لمّا نيجي نكتب الكود أنت فاهم الconcept. تمام يا شبابنا؟ تمام. طيب يالّا نكتب الكود، يالّا. طبعًا هاكتب الكود بالC++. أنت بقى اكتبه بPython، اكتبه بJava، اكتبه بJavaScript، اكتبه بالجن الأزرق. شوف أنت اللغة اللي أنت عايزها إيه واكتبها، تمام. اكتبها بقى بC اللي أنت عايزه. طيب طالما أنت فهمت الconcept بتاع الstack أنت تقدر تكتبه باللي أنت عايزه، تمام. وبرضه أنا مش هاكتبه برضه بالOOP عشان خاطر إحنا هنا يعني إيه، في ناس ممكن ما تعرفش الOOP. مش عايز بقى أخش في concept ال الprivate والpublic والinheritance والpolymorphism والencapsulation والكلام ده كله. مش عايز أخش في الحاجات دي كلها والconcept بتاعة الOOP مش عايز أخش فيها. تمام، تمام. أنا بس إيه، هنشتغل عادي خالص. ممكن مثلًا نشتغل بالextract. تعالوا نشتغل بالextract. تمام، تمام. طبعًا لو أنت ما تفهمش يعني إيه extract فأنت روح بُص إيه فيديو سريع كده في 5 دقايق والّا أي حاجة وأنت هتيجي تفهم كل حاجة. تمام، تمام. أول حاجة يا شباب إحنا هنعمل إيه، هنعمل extract. الextract حاجة شكل الclass أشبه ما يكون بالclass. الفرق بس الحاجات اللي أنا ذكرتها في أول الفيديو يعني. هنعمل إيه، هنعمل الstack بتاعنا اسمه stack، تمام. بما إننا إحنا بنشتغل على stack وهنعمل إيه، هنعمل الproperty بتاعتنا. أول حاجة خالص أنا عايز أعمل إيه، هimplement array. هاقول له int الarray بتاعتنا، أقول له مثلًا إيه هي 100 مثلًا، تمام. يعني هي فيها 100 عنصر مثلًا أو فيها 100 index يعني. تمام، تمام. طيب أول حاجة خالص أنا عايز أقول له إيه، أنا عايز أقول له هل هنا في بداية الstack خالص الtop بقى إيه، بيساوي إيه؟ إحنا قلنا إن الtop هو يعني بنضبطه كده يعني الأول. الtop هنا ما بيشاورش على حاجة لأن هو لو بص على 0 فمعناها إيه؟ فمعناها إن في عنصر جوه الarray وهنا ما فيش عنصر جوه الarray. تمام، تمام. يبقى الtop هنا مثلًا نخلّيه يبُص على -1 مثلًا، تمام. اللي هو يعني إيه، كأنه بيبُص تحت الarray مثلًا، كمثال يعني. تمام، تمام. يبقى هنقول له int الtop في الinitialization بتاعه خالص في الأول خالص هيequal إيه، هيequal -1. تمام يا شباب، تمام. طيب بعد كده هنعمل إيه، هنعمل function عادية خالص هنعملها كvoid. طبعًا لو أنت برضه مش فاهم يعني إيه function برضه روح اسمع فيديو كده في السريع يعني إيه function. أنا مش هاشرح برضه يعني إيه function. الفانكشن هي void يعني ما بترجعلناش اي حاجه. انا عندي ايه، انا عندي التوب او البوش. البوش هنا هي بس هتاخد رقم هنعمل له بوش، تمام، لكنها ما بترجعلناش اي حاجه خالص. فبالتالي ايه، هنقول له الفانكشن بتاعتنا اسمها ايه، اسمها بوش، تمام. والبوش دهيت هي بتاخد رقم انت فاريبل مثلا. تمام، تمام. طيب انا عايز اعمل ايه، انا كل مره اما اعمل بوش انا هقول له ايه التوب 0 بلس بلس، تمام. التوب كل مره انا هزوده بايه، بواحد. تمام كده يا شباب، تمام. يعني ايه الكلام ده هوت، يعني انا هنا كده لو انت بصيت معايا الموقع انا كل مره ما بعمل بوش خلاص يبقى اصبح ان التوب ده هوت
كان بيبص على -1 فيصبح الايه هيبقى بايه؟ هيبقى بزيرو. طب لما اعمل كمان واحده بوش هيبقى بكام؟ هيبقى ب1 وهكذا. اظن دي مفهومه. تمام كده يا شباب؟ تمام. وبرده يعني انا عايزه بقى لما اجي اطبع التوب دهوت ما يرجعليش ولا 0 ولا 1 ولا الكلام دوت، لا يرجع لي مثلا كلمه ايه؟ هوم، كلمه اباوت. لو عملت بوش كمان لكلمه كونتاكت يرجع لي كلمه كونتاكت. تمام. تمام. الكلام ده هعمله ازاي؟ الكلام ده هقول له ايه؟ هقول له الاري. تمام. اوف التوب، مش اتفقنا ان التوب دهوت هو الاندكس؟ يبقى مره هيكون بواحد، مره قصدي مره هيكون بزيرو، مره هيكون بواحد، مره هيكون باتنين وهكذا. يعني ايه الكلام دهوت؟ يعني مره هنا التوب بتاعنا هيكون مثلا بزيرو، فهيبص على مين؟ على الهوم اللي هي قيمته هتكون الهوم. تمام. تمام. يعني لما اقول له هنا اوف التوب يبقى هنا ايه؟ يبقى كاني بقول له ايه؟ كاني بقول له لو انت عندك ال الاري اوف التوب دلوقتي بزيرو، طب مين الاندكس زيرو؟ قيمتها مين؟ قيمتها هي الهوم. طبعا الكلام ده كله تطبيق رسمي على الاري، يعني انت لو ما انتش فاهم اري فانت مش هتفهم الكلام اللي انا بقوله. تمام يا شباب؟ تمام. طيب هيساوي مين بقى؟ هيساوي الفاريبل اللي انا يعني اللي انا عايز اعمل، او الفاريبل اللي انا عملت له بوش. تمام كده؟ تمام. طيب حلو جدا جدا جدا. طبعا في شويه كونديشن بس هنعملها في الاخر. تمام. تمام. اول حاجه او تاني حاجه بقى عايزينها مين؟ هي الايه؟ هي البوب. طبعا برضو فانكشن ما بترجعناش اي حاجه، كل اللي هي بتعمله ايه؟ يعني وقف الفيديو كده وقول لي كل اللي هي بتعمله ايه البوب. بالظبط كده، بتطرح واحد، بتنقص من الايه؟ من التوب واحد. تمام. تمام. تمام كده يا شباب؟ تمام يا شباب. طيب يبقى بس تعالى بس نظبط الحاجات دي كده عشان خاطر ايه؟ يبقى كل حاجه ايه؟ في المظبوط. يبقى هي بتعمل ايه؟ هتعمل التوب ماينس ماينس. تمام. تمام. يبقى احنا ايه؟ نقصنا من التوب ايه؟ من التوب واحد. تمام يا شباب؟ تمام. طيب احنا عايزين نعمل ايه كمان؟ عايزين نعمل فانكشن كمان اسمها ايه؟ اسمها ال اللي هي بقى ايه؟ اللي هي التوب، اللي هي هترجع لنا مين؟ التوب بتاعنا. يعني مثلا لو انا عملت بوش، طب عايز بقى رجع لي ايه؟ ترجع لي التوب بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو الهوم. طب لو انا عملت بوش للاباوت ترجع لي مثلا ايه؟ التوب دلوقتي هو الاباوت. تمام. يبقى هي بتعمل ايه؟ هي بترجع لي. تمام. بترجع يعني ايه؟ يعني هقول له بترجع لي ايه؟ ترجع لي مثلا رقم او سترينج او ايا كان، شوف انت عايز ترجع ايه. تمام. تمام. طيب يبقى انا ايه؟ طبعا انت هترجع بناء على الاري، احنا عملنا الاري انت، ولكن طبعا انت لو انت عامل مثلا كاركتر فانت هتريترن ايه؟ كاركتر. تمام. تمام. او ممكن لو انت عايزها برضه ترجع سترينج برضه، تمام عادي مفيش مشاكل. تمام كده. بس انا عايز ارجع الفاريبل اللي هو مثلا ايه؟ اللي هو يكون جوه الاري، فاللي جوه الاري هيكون ارقام. تمام. تمام جدا. يبقى انا هرجع ايه؟ هقول له انت جيت مين؟ جيت التوب بقى. خلاص. تمام. يبقى انا جيت مين؟ جيت التوب، يعني هات لي التوب. طب الجيت التوب ده بتاخد اي حاجه؟ لا ما بتاخدش، هي بترجع بس. هترجع لي مين بقى؟ هقول له والله ريتيرن مين بقى؟ هتريتيرن ايه؟ هتريتيرن الاري. تمام. اوف مين؟ اوف التوب بتاعي. تمام كده يا شباب. يبقى ريتيرن مثلا ايه؟ لو هنا مثلا رقم 5 هتريتيرن مثلا رقم 5، لو هنا مثلا رقم 10 ريتيرن رقم 10. تمام. تمام. طيب يبقى احنا كده ايه؟ عملنا لها ايه؟ ريتيرن. نحط السيمي كولون الرايقه بتاعتنا، ما تنساش السيمي كولون لانها ممكن تعذبك حرفيا. تمام. تمام. طيب احنا عايزين نعمل ايه كمان؟ عايزين نعمل بقى الفانكشن الرايقه بتاعتنا اللي هي بتريتيرن يا ترو يا فولس، اللي هي الاز امتي. هتريتيرن ايه؟ يا ترو يا فولس. يبقى هي بتريتيرن مين؟ بوليان. بول. تمام. تمام. هقول له ايه؟ هقول له اسمها از ام تي. تمام كده يا شباب؟ تمام. بتاخد اي حاجه؟ ما بتاخدش اي حاجه. يبقى يلا ريتيرن يلا. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل بس حاجه بسيطه. هنعمل ايه؟ هنقول له والله انك انت يا هتريتيرن فولس في حاله ان هو ما فيش اي حاجه. يعني انت هنا كده ما فيش، يعني مثلا هنا كده، تعالى كده عشان خاطر بس ايه؟ نفهم كل حاجه مع بعض. هنا كده هيريتيرن ايه؟ هيريتيرن ترو. يعني اللي هي لو التوب بتاعي ماينس 1، ها ماينس 1. تمام كده؟ تمام كده فاضيه اهيت. امتى يبقى فاضيه؟ بعرفها ازاي فاضيه؟ لما التوب بتاعي يكون ماينس 1. فانا عايز اقول له لو، لا انا قلت ايه؟ انا قلت لو اف كونديشن، لو التوب بتاعي بيساوي ماينس 1 فاذا هي ايه؟ اذا هي فاضيه، يبقى ريتيرن ترو. طب لو التوب بتاعي بقى ما لو انا عملت مثلا الكونديشن بتاعي، لو انا مثلا عملت الكونديشن بتاعي والتوب بتاعي ما بيساويش ماينس 1، بيساوي مثلا 0 1 وهكذا، هتريتيرن ايه؟ فولس، ان هي مش از امتي، يبقى هي مش فاضيه يعني.
مفهوم يا باشا؟ مفهوم يا رايق؟ رايق رايق. يبقى اقول له اف كونديشن، مالها بقى؟ بتعمل ايه؟ بتشوف التوب، بتبص على التوب لو هو، هل هو ايكوال ها ماينس 1، لو يعني تمام يعني، اعمل لي إيه يا باشا؟ ريتيرن. طبعا انت ممكن تكتب ريتيرن هنا كمان يا شباب، يعني مش ممكن تعمل ريتيرن كده في الاف كونديشن على طول، مش لازم يعني تفتح كل براكتس والحاجات دي. تمام تمام. يبقى هتريتيرن ايه المهم بتاعنا يعني؟ هتريتيرن ترو. يبقى خلاص انت مش قصدي فاضيه. تمام. طب إلس بقى، الإلس بتاعتها، الإلس بتاعتها هتريتيرن برضه فولس. اللي هو ايه؟ اللي هو لا، التوب بتاعي مش ايكوال ماينس 1، ده التوب بتاعي مثلا بزيرو، بواحد، باتنين، وهكذا. اظن كده كل حاجه ايه سهله وبسيطه. طيب يا عم مصطفى، ده انت الكود بتاعك برضه لسه ناقص. ما انا اقول لك، ما انا عارف اللي هو لسه ناقص يا صاحبي، انت لازم يعني تحرجني. قول لي بقى انت ناقص ايه؟ ناقص عندك يا باشا انك انت، احنا قلنا في الاول خالص ايه؟ احنا قلنا تخيل انت بتعمل بوش وكمان واحده بوش وهكذا. تمام. فضلت تعمل بوش كتير جدا، مش لازم اتشيك اذا كانت الاري دهيت او الاستاك دهوت اتملى ولا لا. طب افرض الاستاك خلاص اتملى على عينه، هتعمل بوش برضه؟ لا. يبقى اقول له ايه بقى؟ هقول له لو افترضنا if condition بسيطه خالص. تمام. برضو if condition هنقول له لو التوب بتاعي دهوت، لو التوب برضو بتاعي. تمام. انا بعرف الستاك تاني يا جماعه، تاني عشان انت بتذاكر. انا بعرف الستاك هو مليان على اخره ولا فاضي منين؟ من التوب. لو التوب ماينس 1 يبقى هو فاضي. طب لو التوب مثلا اخره 99، خلاص بقى الاري اوف الاري دوت لينس مثلا خلاص ماينس 1، خلاص يبقى هو كده على اخره. تمام كده تمام. يبقى لو هو ايكوال 99، طب انا ما اعرفش مثلا الاري بتاعتي كام، الاري دي جايه لي مثلا من الداتابيز، او الاري جاي لي مش عارف منين، او هكذا. تمام. او انا ببرمج حاجه كبيره وكده مش عارف الاري دي كام. تمام كده تمام. انت هتعمل ايه؟ هتقول له مثلا الاري ده هي دوت اللينس بتاعها او السايز بتاعها على حسب بقى اللغه بتاعتك. انت شغال بايه؟ طبعا ماينس 1. تمام تمام. دوت مثلا اللي هو التوب دوت لينس مثلا ايه ناقص واحد مثلا، وهكذا. تمام تمام. اللي هو الاري مثلا هيكون هنا، مثلا في لغات تانية هيكون مثلا هنا الاري دوت اللينث. تمام. ايه ناقص واحد. تمام كده يا شباب تمام. بس احنا عندنا ايه؟ عندنا هنا السي بلس بلس فيها حوار شويه بالنسبه لللينس والكلام ده كله. لو انت بتعلم سي بلس بلس تفهم الكلام دوت. يبقى 99 المهم، بس خلينا عشان بس ما تفرعش. 99 ريتيرن مين؟ ريتيرن يا باشا يعني طلعوا بره الكود بقى خلاص، يعني ريتيرن بس وخلاص. ريتيرن لوحدها دي معناها ايه؟ معناها ان هو اطلع بره. تمام تمام. ممكن ريتيرن مثلا ماينس 1، ريتيرن اي حاجه، بس هنريتيرن بس كده وخلاص. معناها ان هو خلاص ما تنفذش اي حاجه من دول، وكده هو هيفهم ان ايه؟ ان خلاص الاري اتملت على اخرها. تمام تمام. او الاستاك يعني على اخره. طيب في البوب برضه، هو انا مثلا لو افترضنا ان انا عندي ان الاري فاضيه كده، يعني مثلا تعالى كده ايه نحط الكونتاكت زي ما هي كده، والاباوت انا كده عمالها بعمل بوب اهو. كده بعمل بوب لغايه لما وصلت ان خلاص ما عادش فيه اي حاجه. يعني وصلت ان الاري بقت فاضيه، ان التوب بتاعي بقى بماينس 1. تمام. فكده هل ينفع اعمل بوب؟ هعمل بوب لمين؟ صح صح جدا. وبالتالي هقول له ايه؟ هقول له if condition مين بقى؟ هقول له لو افترضنا ان الاري بتاعتنا بقى از امتي بقى. تمام. مش هقعد بقول له ايه ايكوال ماينس 1 تاني، خلاص الكود اتكتب مره واحده. يبقى انت ايه؟ تكتب بقى ايه از امتي. تمام. هتاخد الفانكشن ده كده اهوت، تروح تحطها زي ما هي، بوم بالاكواز بتاعتها. لو هي از امتي ريتيرن ايه؟ ريتيرن، ورجعه بره وطلعه بره ايه؟ بره الاكواد بتاعتنا وبره البرنامج بتاعنا. تمام كده يا شباب تمام جدا. كده كل حاجه ايه؟ زي الفل. تمام تمام. طيب انا عايز اعمل ايه برضو؟ انا عايز دلوقتي اشوف في التوب دهيت، انا عايز اقول له ايه؟ انا عايز اقول له برضو لو هي فاضيه. تمام. يعني طلعه بره اللوب برضو، يعني مثلا ايه؟ انا عايز برضو لو هي فاضيه كده. تمام. يعني ريتيرن ايه؟ ريتيرن مثلا ماينس 1، ان هو التوب بقى بماينس 1 يعني. تمام تمام. طيب لو هي فاضيه يعني هنا. تمام تمام. يبقى في التوب برضو كده كود كده ايه كلين كده، يبقى شكله ابن ناس. يبقى نقول له ايه في التوب؟ هقول له اف كونديشن بسيط خالص، لو هي is empty، لو هي فاضيه is. تمام. هتريتيرن ايه؟ ريتيرن
لا لحظه، هنرجع بس الريتيرن ديت بره الاكواس. بالظبط، ماينس 1 مثلا. تمام تمام. بس كده كل حاجه بقت ايه، بقت تمام وزي الفل. احنا بقى نعمل ايه في المين؟ انا ملاحظ بس اللي فيه ايرور كده، البتاع بتاعها ايه. ايوه، يعني الكود تقريبا بتاع الريتيرن، اللي احنا نسينا هنا سيمي كولون. تمام كده يا شباب، تمام تمام. طيب احنا بقى نعمل ايه هنا؟ هنعمل ستاك من الستاك بتاعنا. تمام، او اوبجكت يعني من الستاك بتاعنا. ستاك، هنقول له الستاك بتاعنا، نقول له مثلا اس تي. تمام تمام. طبعا انت لو فاهم ستاك دي بقى هتفهم ده معناه ايه. هنقول له الاس تي دوت البوش بتاعتنا عشان خاطر نضيف عنصر. هنضيف مثلا رقم 6. تمام، ومثلا كمان شويه ارقام كده، رقم 7 ومثلا وايه و9 مثلا. تمام تمام. طيب احنا هنا عملنا ايه يا شباب؟ احنا هنا عملنا ان احنا عملنا رقم 6 و7 و9، صح ولا ايه؟ صح جدا. طيب احنا بقى عايزين نتشيك اذا كان هو طبق فكره الاستاك ولا ما طبقش فكره الاستاك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا اول واحد عملت له بوش هو مين؟ هو 6. فدلوقتي ايه اصبح؟ مثلا هنعتبر ان الهوم دي هي رقم 6. تمام، فعملت 6 فنزلت في الاخر خالص. وبعد كده عملت الرقم ايه؟ الرقم 7، صح؟ فنعتبر الاباوت ديت هي رقم ايه؟ هي رقم 7. تمام تمام. وعملت بعد كده مين؟ رقم 9. تمام، فالكونتاكت هي رقم مين؟ هي رقم مثلا 9. تمام تمام. فاصبح عندي التوب هو مين؟ هو رقم 9. تمام، تعالوا بقى ايه نشوف الكلام ده صح ولا لا. يبقى بالتالي هعمل ايه؟ هعمل سي اوت لمين؟ للتوب بتاعنا، اللي هو مين؟ اللي هو الاس تي دوت جيت مين؟ جيت التوب. تمام تمام. طيب تعالوا نطبع الكلام دوت، نشوف كده ايه هيطبع ايه. بسم الله. بس هياخد شويه وقت. بيبيلد بس البرنامج بتاعنا. تمام، تعالى بس نروح على التيرمينال. طبع لي ايه؟ رقم 9. يبقى كده هو طبق فكره مين يا شباب؟ الستاك. تمام تمام. ولكن انا عايزه برضو يفضل يعني ايه، يطبع لي كل دول. يعني يشوف برضو هل هيطبعهم برضو تحت بعضهم او فوق بعضهم كده ولا لا. وبالتالي انا هعمل بس هخش في لوب. تمام، وايل مثلا. انا بس ناخد ايه سطر الكود ده تاني عشان خاطر هنستخدمه تاني. نقول له مثلا وايل طول ما ايه بقى، طالما ال الستاك بتاعي is empty. is empty. مؤاخذة is empty. يا عم في ايه يا عم؟ is empty. تعالى ما احنا مسمينه ايه؟ الاس تي بتاعنا الاس تي دوت is empty. is empty. is empty بالظبط. تمام تمام. فهيعمل ايه بقى يا شباب؟ طبعا انا مش عايز اقول له طول ما هو فاضي، لا انا عايز اقول له طول ما هو مليان، يعني not is empty. تمام تمام. هتعمل ايه؟ هتطبع لي سطر الكود دهوت وخلاص، وتعمل لي طبعا end ال عشان خاطر يطبعهم تحت بعض. end. تمام تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل كده. طبعا هو هيخش في انفينيت لوب دلوقتي يا شباب، وهقول لك ليه. يعني انا قصدي ان اعمل كده وهيخش في انفينيت لوب. تمام. بوم. اعمل رن يلا يا عم. آه، دخلنا في انفينيت لوب، طبع 9 كتيره جدا. طب ليه بقى؟ هنوقف البرنامج بقى عشان خاطر ما يحصلش لاج. ليه بقى طبع لي 9 كتيره جدا بالمنظر ده؟ لان ببساطه انا كل مره بقول له ايه؟ بقول له طول ما ايه؟ الوايل لوب، لو انت فاهم وايل لوب، باقول له طول ما الstack بتاعي not empty، يعني مش هو مش empty، مش فاضي. يعني طول ما هو فيه عناصر اطبع لي بقى الtop. مين الtop؟ 9. فكل مرة اطبع لي 9، كل مرة اطبع لي 9. أنا عايز بقى أطرح منه إيه؟ 1 عشان خاطر يروح لفين؟ يروح لل7 ويروح لل5 ويروح قصدي لل6 وهكذا. صح كده؟ فأنا هاستدعي مين بقى؟ مين اللي بيطرح من الtop 1؟ البوب. فأنا هاقول له إيه؟ هاقول له الst. الst مين؟ مين؟ البوب بتاعنا. تمام، عشان خاطر تطرح لنا ايه؟ واحد من التوب. وبالتالي هيصبح التوب بتاعي مين؟ هيصبح التوب بتاعي هو يعني مثلا هنا التوب بتاعي ايكوال 2. تمام، اللي هو مين؟ اللي هو الكونتاكت. فانا خلاص شلته، عملت له بوب، فاصبح التوب عندي مين؟ 2. الاثنين دي مين؟ اللي هي السبعه. فتمام، هيطبع لي السبعه وبعد كده هيعمل ايه؟ هيطرح واحد، فخلاص وهكذا لغايه لما ايه؟ ما الاريه عندي تفضى. تمام يا شبابنا؟ تمام جدا جدا جدا، واظن اللي هي ايه؟ مفهوم.
نعمل كده بوم. اشتغل يا باشا، ورينا. طبع لي ايه 9 7. طبعا لو انتم مش شايفين، طبعا ايه 9 7 6. تمام يا شباب، تمام. يبقى هو كده طبق ايه فكره الستاك اللي هي الليفو لاست ان فيرست اوت. اتمنى يا شباب يكونوا انتوا استفدتوا، واشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.